مرحبا لجميع المتابعين. عم طل عليكم عبر هيدا الفيديو على أمل بأنه ياخد الصدى المناسب ويكون بمثابة توعية للأهل قبل أبنائهم. كنا نسمع بالمطر راح بشربة مي، وللأسف هيدا الموضوع أصبح كاس مر عم يخطف شبابنا غرقا أثناء السباحة على الشواطئ اللبنانية، خاصة يلي بسن المراهقة. ومنذكر الفاجعة يلي أصابت بلدات دير الأحمر وبشوات وجبال أول الموسم. البحر غدار وما في عليه مرجلة بين لبنانيين وسوريين. رقم الوفيات استوقفني وصدمني، لهيك رح يحطنا بصورة التطورات رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني الكابتن سمير يزبي لنستفيد من خبرته الطويلة بهيدا المجال. كابتن، يعني رقم صادم بأقل من شهرين على افتتاح الموسم، بتحطنا بصورة الأرقام وشو سبب عدد هالوفيات المرتفع؟ نحن صرنا شهرين ونص تقريبا عم نشاهد البحر كتير عالي، يعني منسوب الموج، الهواء، التيار والمد والجزر يلي هو اذا بدك اتفقوا مع بعضهم. يعني 4 عوامل يلي هي عم بتصير على طول الشط اللبناني. تغيير المناخ، قبل الموسم في ناس نزلت أدت لحياتها. في عنا رقم كتير صعب ورقم كتير عالي اللي هو 31. هو عم بحكي بس بالبحر، بس بتنسى في عنا كمان بالبحيرات والبرك الري والانهر في عندنا 15، وفي عندنا 4 حالات بالتسعينات. 31 اللي هن حاله وفاه بسبب يلي هو ارتفاع الموج اللي هي كمان بيتراوح اعمارهم ما بين 12 ل 17 سنه. كابتن، إذا بدنا نحكي عن إرشادات من أجل السلامة العامة اليوم، شو أهم شيء لازم يلتزموا فيه؟ الارشادات اللي هي عم تصدر عن المديريه العامه للدفاع المدني على مواقع التواصل اللي هي انه ارتفاع الموج عالي، ما ننزل على البحر، نبعد عن الامواج وغيره. في ناس كثير عم تلتزم، وفي ناس اللي هي ما عم تلتزم. عندنا عمليات انقاذ كمان نحن ما عم نعلن عنها، عم نعلن انه نحن عن حالات الوفاه، بس عمليه الانقاذ ما بينحكى عنها. ليه؟ لانه اكثر شيء بيروح الانظار على حالات الوفاه. حالات الوفاه اللي عم بتصير اللي هي انه عم بيصير في دغري عم يغرق الشخص وعم بيتم هي اللي هو نقله بسياره اسعاف، او نحن عم نلحقه، او نحن اذا بدك عم نتواصل مع اشخاص يلي هن على الشط بنعلمهم كيف بدهم يعملوا طريقه الاسعافات الاوليه، لانه عم بيتم ايام نقل هالاشخاص اللي من قبل اهاليهم على المستشفى، وهون عم بيموتوا معهم على الطريق. هي العوامل البحر الكبيره والاشخاص اللي هي ما بتعرف تسبح. لو ما العوامل البحر كبيره الاشخاص ما بتعرف تسبح اساسا عم بتؤدي لغرق كمان. حتى لو البحر رايق عم كمان عم تطلع براسهم حالات الغرق، لانه عم بيطلعوا تقريبا بعيد عن الشط تقريبا 50 60 متر، مش عم يقدروا يرجعوا لانه الطيارات عم تسبحهم. هون عمليه الخوف اللي هي عم بتسبب حالات وفاه، حالات الغرق. كابتن، في ظاهرة كتير منتشرة وخاصة بما يتعلق على الكورنيش البحري، بنشوف شباب متهور عم بيمارسوا هواية الغطس بين الصخور، كمان قد ايه هيدا عامل سلبي؟ اوكي، هيدي الظاهره اللي عم نشوفها اللي هي الاماكن العاليه عم بيصير في شك بطريقه عشوائيه بمحلات، عم بيكون في صخور عم بيجوا على راسهم، بينزلوا على الصخور. هون نحن كمان بننبه نحن الاماكن، خاصه صخره الروشي عم بيطلعوا على النص او بيطلعوا على الارتفاع. من سنتين مثل ما شفنا حدا عم شك عن الصخره وقاطع دوره، اجى بقلب الدوره. نحن هون بدنا نكون انه كمان عندنا كامل الوعي. اكيد نحن بنحذر دائما بهالاماكن اللي هي العاليه، طريقه العوامل الشك انه ما ينزلوا، لانه حتى لو على اجريك ما تنزل من اماكن عاليه لانه كثير خطره وكثير صعبه. كابتن، قد ايه مهم اليوم سرعة التدخل، خاصة لما نشوف حدا عم غريق؟ شو لازم نتبع توجيهات؟ نحن هالتوجيهات لازم نتبعها. اذا حدا عم بيغرق ما تنزل وراه، يعني هي اول شغله. انت ضحيه احلى من اثنين، لان ممكن انت تنزل ورا شخص كرجل ما خصك بالسباحه وما خصك بعمل انقاذ، بدها تؤدي لوفاتك ولغرق. نحن قد ما فينا نحن بدنا ننتبه. اذا في حال نحن في شيء وسيله استعملها، كان جيسكي او حسكي او زورق او اي شيء، انا اطلع مشان انه انا خلص هذا الشخص اكيد، او بدي انا خاطبه انا بعيد، رخي حالك ايديك لقدام جسمك لورا، دقينا للانقاذ. دائما انت ممكن بالكلام انت تقدر تفوش هذا الشخص، ممكن بالكلام تقدر تعطيه هالمعنويات، لانه هو الخوف بسبب الغرق. بده شيء تينزل يضربوا اجريه، بده شيء يطلع ياخذ نفس. هون بس يكون الجسم عموديا هون عم بيتم عمليات الغرق والخوف. ممكن كمان قنديل ايام يدق فيك ينقذك، هون يخوفك. ممكن كمان انه غير قنديل، القنديل يلي هو ما بيهجم، ما له دنين، ما له شيء، ما بياكل منه. هم اذا في حال عائقك له هي علاج خاص ممكن انه نتعالج فيه.
فانا بتمنى على كل مواطن يكون كمان هو دفاع مدني. لحتى لي انا اتبلغ عن شخص هلا قريب عنا 100 متر عم بيغرق ما بقدر لحقه، لانه اكيد سرعه التدخل عم بتكون احنا باثناء الدوريات. ممكن اذا واحد بيعرف انه يسبح طلع انه هون النجدي عم بيكون عندنا مقابل جبيل، مقابل الرمل البيضاء، مقابل صور، مقابل صيدا، هون عم بياخذوا التيار، عم بفوش، عم بيتواصل مع حدا، انه حدا عم يتواصل معنا انه عندنا حدا مقابل هذا الشط اللي هو غرق، ممكن انه الاستغاثه عم نطلع نطيلعهم بالزوارق وبننقذهم. ايام مثلا الجمعه الماضيه اول امبارح في عندنا شخص على جيسيم بمنطقه البترون طالع ولا شخص سقط عنه، واللي عم يسوق جيسيم ما انتبه، كمان كانت أدت لحياته وما كان لابس جاكيت، كمان تبلغنا، كنا كمان طلعنا عملنا بحث عنه وحددنا مكانه وين وتم انقاذه. عند اي حادث بيصير على الاتصال ال 125 ودائما نحن على التواصل الاجتماعي اللي نحن صادرين عنا، خلينا يتبعوا نشرات البحر يلي هي نحن بنصدرها كل يومين ثلاثه. اذا هلا البحر كثير منيح اليوم فينا ننزل بامان وبسلام، واخذ الحيطه والحذر حتى لو ريق البحر. موج الهادي خاف منه، البحر الهادي خاف منه يعني.